زوجتك أولى بالكلمة الحلوة من أي ست تانية، وصبرك عليها أفضل كتير من عمل علاقة محرمة مع امرأة أخرى بحجة إنها مش مريحاك. الأجر اللي هتاخده من محاولة إصلاحها أفضل من الذنب اللي هتاخده لما تصاحب غيرها. وخليك فاكر إنها إنسانة زيك، ووارد جدا إنها تقع في الخطأ وتعمل علاقة محرمة مع شخص غريب بحجة إنك أنت كمان بتعاملها وحش أو بتهملها. ما هي الخيانة واردة من الرجل والمرأة، الاتنين مأمورين بغض البصر، والاتنين مأمورين بعدم اتخاذ أصحاب في الحرام، والاتنين عليهم نفس عقوبة الزنا لو وقعوا فيه. معنى كده ان الاتنين وارد يعملوا نفس الجرم، فربنا عز وجل حذرهم هما الاتنين من نفس الفعل. وبعدين ما هو اللي بيعمل كده مش بيعمل لوحده، لا، معاه شريكة بتشاركه الإثم. فحاول تجرب توفر الكلام الحلو والشياكة والرقي في المعاملة لزوجتك، والهدوء والرقي اللي بتتعامل بيه مع الغريبة عامل بيه زوجتك. أكيد أكيد هتتغير معاك، بس اصبر وكمل. مش يوم واحد بقى ولا يومين وتقول مهما عملت ما بتتغيرش، لا، استمر. خليها تغير فكرتها عنك، ربيها من جديد على المودة والرحمة اللي ربنا عز وجل زرعها بينكم، بس انتوا دوستوا عليها لحد ما ماتت. احييها تاني حتى لو هي ما تعرفهمش، علمها واصبر عليها، خليها تتطبع بطبعك. وعشان تتطبع بطبعك لازم الأول تجمل انت طبعك معاها قبل ما تاخد اي قرار طايش بخيانة او بانفصال، وقبل ما تقع هي كمان في مشكلة الخيانة والشيطان يحط لها مبرر خايب ويقول لها روحي اعرفي غيره، ده ما يستاهلش الوفاء.